مشاهدينا الكرام، نواصل متابعة ملفاتنا الوطنية والتنموية وإلى ولاية تندوف التي أحرزت تقدما كبيرا جدا في تسوية ملفات حيازة عقود ملكية العقار الفلاحي. على كل التفاصيل أكثر حول هذا الموضوع فهذا الحوار المسجل الذي أجراه الزميل عمار طواقين مع مدير الأراضي الفلاحية بالولاية. بالفعل لمسنا حرص كبير من طرف السلطات الولائية هنا بولاية تندوف من أجل النهوض بواقع قطاع الفلاحة بهذه الولاية الجنوبية. لذلك جهود حثيثة بدلها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بولاية تندوف من أجل استدراك الوضع ومن أجل وضع خارطة واستراتيجية كبرى للمحيطات الفلاحية الغير مستغلة في إطار تسوية العقار الفلاحي. لذلك لمزيد معلومات أسعد باستضافة السيد المدير الفقير محمد وهو مدير الديوان الوطني الأراضي الفلاحية لإعطائنا كيف كانت سيرورة أو وضعية العقار الفلاحي بتندوف. إذا شكرا سيدي الكريم. إذا منذ تولينا مهام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على مستوى ولاية تندوف وبإشراف من السيد ولي الولاية وبحرص عميق من الديوان المديرية العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية باشرنا عملنا، وهذا من خلال وضع خطة عمل استراتيجية، وهذا من خلال يعني إحصاء وتحيين وضبط المحفظة العقارية على مستوى الولاية. هذا العمل عرف شقين. الشق الأول هو الشق الإداري، وهذا من خلال عقد اجتماعات تنسيقية بمعية الشركاء على غرار مديرية المصالح الفلاحية ولاية تندوف ومديرية أملاك الدولة ومديرية مسح الأراضي، وكذا شركاء المهنة الممثلين في الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين على مستوى ولاية تندوف. الشق الثاني وهو الشق الميداني بطبيعة الحال، وين قمنا بعمل ميداني وزرنا مستثمرة وعايناها يعني من خلال، وهذا من خلال يعني مراقبتها من حيث مطابقتها لدفتر الشروط وكذا مدى يعني المحافظة على الوجهة الفلاحية لهذه المستثمرات. بطبيعة الحال هذه العملية مست بلديتي تندوف وأم العسل ومرافقتنا للفلاحين. هذه الجهود الميدانية هل تكللت ثمارها بمنح عقود ملكية لبعض المستثمرين؟ إذا بطبيعة الحال سيدي الكريم، هذه العملية أثمرت عن تسوية ما يزيد عن 20 ملف عالق، وهذا من خلال منحهم عقودهم النهائية، عقود ملكيتهم النهائية. هذه عقود الملكية بطبيعة الحال لم تكن حكرا فقط على الفلاح، تم كذلك تسليم عقود ملكية لفلاحات مرآت ريفيات على مستوى بلدية تندوف. هذه الجهود هل هي كانت متواصلة أم حبيسة 20 مستثمرة التي منحت العقد؟ إذا بالتوازي يعني بالقرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء وتبع لتوجيه السيد والي ولاية تندوف بخصوص تحيين وإعطاء ديناميكية جديدة لتسوية ملف العقار الفلاحي، خصوصا ما تعلق بشقه في اطار الحيازه الملكيه العقاريه. كان هناك بطبيعه الحال عمل استباقي بمعيه كل الشركاء، وين تم احصاء وضبط وتحيين كذلك الملفات العالقه على مستوى الولايه. كم تعدادها لو نعرف بلغه الارقام تعداد المستثمرات المقبله ان شاء الله على التسويه؟ اذا هذه العمليه الاستباقيه بطبيعه الحال وبحرص من السيد والي ولايه تندوف تمت هي في مراحلها النهائيه، وهذا من خلال ضبط وتأهيل 74 ملف عالق. شكرا لك سيدي. بالفعل هي جهود حثيثة تلك التي يبذلها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتسيير من السلطات الولائية للوقوف وتذليل الصعاب للفلاحين من أجل ممارسة مهامهم على أراضيهم الفلاحية وفق عقود ملكيتهم في إطار تحفيز الفلاح بالمناطق الجنوبية. شكرا جزيلا لك الزميل عمار طواقين، وشكرا أيضا لضيفك الكريم على كل التفاصيل والإفادة.